أيها المسلم، وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يتيقن أن الدين قد كمل، جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قبض حتى أتم الله به النعمة وأكمل به الهداية، فما بقي للبدعة موطنا ولا موضعا، وما بقي للآراء الخلق والناس موضعا ولا موطنا. تحقق أيها المسلم أن دين الله قد كمل بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما بقيت إلا البدع والضلالات والخرافات والخزعبلات والحزبيات، هذه التي بقيت تحارب دين الله، تصارع السنة وتحارب الحق الأبلج. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أيها المسلم، دين الله المبارك، دين الله الذي يسعد به العباد حكاما ومحكومين، كبراء رفعاء وضعاء، أحرارا أم عبيدا، الكل يسعد إذا أقام الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.